السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. أحسن مباراة للأهلي، أحسن مباراة لكولر. تكتيك النهاردة عالي 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 جدا. يا رب تستمر على خير. شكرا الخطيب، شكرا كولر، شكرا لعيبة الأهلي رجالة، شكرا إمام عاشور اللي في كل حتة في الملعب تلاقيه. النهارده من احلى المباريات. قبل بس ما نخش في المباراه ونتكلم فيها، عايزين نصلي ونسلم على اشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلامات. ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كولر لعب النهارده بتكتيك عالي جدا، روح معنويه، اللعيبه ملهاش حل. هي دي روح الاهلي، هي دي الرجوله. كان ناقص بس ان احنا نفوز. سجلنا هدفين وكانوا اوف سايد الحقيقه، بس انت ليك ضربه جزاء الفار لا يرجعها ولا الحكم يرجعها وما نعرفش ايه السبب. بس شكرا الاهلي، شكرا كولر، شكرا خطيب، شكرا لعيبه، شكرا كل حاجه. بس نكمل الشكر بالوصول بأمر الله للنهائي. لو لعبنا بالمستوى ده بأمر الله هنا في مصر في وسط 100 ألف متفرج، هناخد بأمر الله، هنوصل للنهائي وهناخد البطولة بأمر الرحمن أيا كان مين اللي قصادك. الأهلي لعب النهاردة ب5-3-2 دفاع 10/10 حرفيا. سان داونز ملهاش هجمة، سان داونز اللي احنا كنا بنروح هناك كنا خايفين من قوتها وبتاع، ملهاش هجمة واحدة. ايه التكتيك ده؟ ايه الروعة ده؟ ايه الجمال ده؟ انت بتلعب ب5-3-2، ولما بتخش في الهجمه المرتده ليك، او ان انت تلعب على الهجمه المرتده هجمه ليك، بتتحول ل3-5-2 عشان هاني والعش بيطلعوا بيساندوا المهاجمين. بجد بجد انا اتفاجئت بمستوى لعيبه ياسر ابراهيم اللي من داير للنار زي ما بيقولوا. كنتش اتوقع خالص ان كولر يلعب بالخطه دي. فاجئنا كلنا. فاجئ ان هو بيلعب بتلاتة دفاع، تلاتة بجد النهارده تقلات. محدش عليه غلطة، هو بس غلطة بسيطة على محمد هاني ان كان بيحاول كل شوية يلبس كوبري والباص غلط. لكن بجد بجد شكرا كل اللعيبة. محمد هاني رغم الغلطات دي لعب مباراة رائعة. اتمنى نستمر على كده. المباريات العودة اللي هتحسم ان شاء الله يوم الجمعة القادمة، احنا لازم ناخد حذرنا الدفاعي، لان برضه فارس سان داونز مقرف بره ارضه وبيسجل بره ارضه. نحذر ومننساش ان اورلاندو بايرتس كسبنا السنة دي على ارضنا وسط جمهورنا. كان ناقص منك لعيبة كتير، بس برضو نحذر من الفريق ده. لسه المباراة ما خلصتش. عملنا شوط جميل جدا وكنت اتمنى ان احنا نفوز، ولكن الحمد لله نتيجة مرضية جدا بأداء ممتاز برجولة من اللعيبة، امتياز حرفيا. ولكن احذر، هو شوط واحد بس اللي خلص، لسه في شوط تاني. لو جه غلطة دفاعية او هجمة طايشة دخل في الجون، انت محتاج تسجل هدفين. فنحتاج ان احنا نركز بامر الله في المباراه اللي جايه دي، وفي اول مباراه دي كده في اول ربع ساعه تاخد هدفين، تلبسهم هدفين، تبقى 2-0، تلعب وانت مستريح. لان 1-0 تبقى متعربه برضو، يجي في اخر دقيقه يلبسك جون تعادل تخرج، يبقى كل اللي انت عملته ضاع. بنشكر اللعيبه جدا، نشكر الخطيب، نشكر مارسيل كولر اللي لعب احسن مبارياته الموسم ده. ولكن احذر من اللي جاي، نحذر من اللي جاي. لسه ما عملناش حاجه، لسه ما وصلناش للنهائي. شوط خلص مستوى ممتاز واداء افضل واروع من كده مفيش. اتاخرت في التغييرات، بس كان اساسا الملعب مش محتاج ان انت تغير بصراحه. اللعيبه كلها حافظه مكانها، بالتكتيك على اعلى مستوى، محدش مقصر. فعشان كده انت اتاخرت جدا في التغييرات بعد ما انت مش عايز تغير حاجه في الخطه بصراحه. حقك نركز في اللي جاي. او بامر الله في سخونه الجمهور اللي هو هيكون راعب اي فريق يقابلك وهم متوترين، اخطف لك جونين ثلاثه كده بامر الله في بدايه المباراه تريحك باقي المباراه. بأمر الله احنا قدها. بس احذر من التهاون، احذر من الكسل. انت عشان كنت راجل عشان كده ظهرت بالشكل ده. لو نفس الرجولة دي ان شاء الله مباراة يوم الجمعة بأمر الله هنكسب صن داونز مستريح، هنكسبه بسكور مش بس مباراة بواحد ولا حاجة، لا هنكسبه مستريحين كمان. عندهم جون تقيل قوي
ويليامز جون من التقالات في فعلا من حراس الممتازة بالنسبة لصن داونز. بس احنا لو لعبنا بالشكل ده نقدر نسجل. انت سجلت هدفين وطلعوا اوفسايد. كرة في العارضة لجريديشار ممتازة، مفيش اروع من كده، بس حظك يا ابني حظك. فيا جماعة شكرا، شوط عدى وجزء اولاني عدى، ولكن لفاضل شوط كمان نلعب بنفس الرجولة، نفس الروح، نفس العزيمة، نفس الخطة. لسه ما عملناش حاجة. الغرور ما ياخدناش عشان ما نخرجش. لو اتغيرنا واستهترنا هنخرج. لسه ما عملناش اي حاجة. شكرا امتياز، ولكن احذر الشوط التاني. لازم التحذير ده، ولازم اللعيبة توصل لها الكلام ده. لازم كولر يبقى عارف الكلام ده. احنا لسه ما وصلناش حاجه. يعني انت كمان ما سجلتش. انت لو سجلت بره كنت اقول لك هتبقى جاي مستريح في وسط الرعب اللي هيكون موجودين. ارضك هتكون في ارضك، جمهورك اللي هيكون مالي الاستاد. فبامر الله تكون سهره كرويه ممتعه بامر الله، ونوصل للنهائي وهناخده بامر الرحمن. الحاجة التانية بقى اللي هنتكلم فيها تقييم اللعيبة. انا مش شايف حد مقصر، مش شايف حد تخاذل. لا، كلكم كنتوا رجالة. بس احب اشكر قوي امام عاشور في كل حتة من الملعب حرفيا. شفت يا كولر لما تحط امام عاشور في مركزه الطبيعي ايه اللي بيحصل؟ احمد رضا ممتاز، كنتش اتوقع ان هو هيكون كده. لعيب كوره فعلا، هو ده المركز 6 اللي احنا المركز 8 اللي احنا عايزينه. حاجه بيطلع بالكوره جميل. اتمنى من الله نستمر على كده. ياسر ابراهيم اللي كان مفاجاه بالنسبه لي، ممكن عشان خاطر انت بتلعب ب3 فمقفل الدفاع ومقفل المسافه اللي ما بين المدافعين. فعشان كده ياسر ابراهيم محتاجش تعب بدني شويه. لو كان في جري او في مساحات كان هيتعب. بس بصراحه الكره لعب صح جدا، وشكرا للتكتيك ده. وان شاء الله مباراه العوده فوز لينا بامر الرحمن، ونقدر نوصل. تقييم لكل اللعيبه 10/10. مارسيل كولر 10/10. محدش قصر. شكرا فعلا لعيبه الاهلي. ننتظر بامر الله في مباراه العوده. الناحيه الثانيه في المباراه الثانيه برضو بيراميدز اتعادل مع اورلاندو بايرتس على ارضه، وبرضه سجل هدفين، واحده تسلل واحده بلمسه يد. كان الاهلي وبيراميدز متفقين على ان تخرج نفس المواصفات. سبحان الله، نفس مواصفات المباراه دي هي نفس مواصفات المباراه دي. بس برضه نحذر، اورلاندو بتيجي هنا بتسجل، بتلعب في مصر احسن ما بتلعب في جنوب افريقيا. بأمر الله ان شاء الله يكون اللي جاي كله خير. بأمر الله تكون المباراة الجاية نبارك للنادي الاهلي وصول النهائي، وهياخد البطولة بأمر الله لو وصل بمشيئة الله بنفس الروح والعزيمة. يا ريت يا كولر ترجع. هو ده كولر اللي احنا عايزينه يرجع. هو ده كولر بتاع بداياته مع الاهلي. هنفرح بيك وهنهيصتك وهنبقى دعم ليك لو استمريت بالشكل ده. كان معاكم احمد اسماعيل في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. اشوفكم في احداث جديدة.